السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة نادية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بسبوسة بالشوكولاتة كتجي من اروع ما يكون. مقاديرها بسيطة وكتوجد بسرعة غير بكاس ديال سميدة. كتحصلوا على بسبوسة بحجم عائلي بصوص اللي كتخليها تجي معلكة. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، وإلا عجبكم ما تنساوش تشاركوه مع الأصدقاء والأحباب باش كتعم الفائدة. وبالنسبة للناس اللي كيزوروا القناة لأول مرة ما تنساوش الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. وندوزو باش نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج إن شاء الله لتحضير البسبوسة 3 البيضات، كاس عامر ديال الحليب، وكاس يكون عامر مزيان من سميدة، كاس إلا ربع زيت نباتية، وكاس إلا ربع سكر سنيدة. عندي 16 غرام من خميرة الحلويات، و7.5 غرام من الفاني، ومعلقة كبيرة من الكاكاو المر. بالنسبة للكاس قياس كاس العنبة. وبالنسبة للسميدة السميدة العادية اللي كنحضروا بها الحرشة، كناخذ الخلاط الكهربائي وكنوضع فيه البيض يكون دافي، يكون واخد درجة حرارة المطبخ، ما يكونش بارد من الثلاجة. كنضيف له سكر سنيدة وكذلك الفاني. بالنسبة للسكر تقدروا تستعملوا من نصف كأس حتى الكاس إلا ربع السكر. كنضيف كذلك الزيت اللي هو كاس إلا ربع، وكاس عامر ديال الحليب صافي. ومن بعد كنضيف كذلك السميده. بالنسبه للكاس ديال السميده يكون عامر مزيان، يعني نعمروا الكاس مزيان. ومن بعد كنضيف معلقه كبيره ديال الكاكاو. كيف ما كتشوفوا معايا انا وضعت تقريبا جميع المقادير، يعني المكونات، خليت غير الخميره. كامله المكونات كنوضعوهم في الخلاط الكهربائي وكنخدموهم غير 2 دقائق، يعني ما نفوتوش 2 دقائق. غير كيبان بان الخليط تكونات فقاعات على الوجه ديالو، يعني السطح ديال الخليط كيف ما كتشوفوا الوجه ديال الخليط كيتكونوا هاد الفقاعات بحال هكا. صافي كنحبسوا ومن بعد غادي نزيد الخميره اللي خليتها حتى الاخر. الخميره ما ضفتهاش في الاول لان الخميره كل ما تخلطات في الخلاط الكهربائي بزاف كل ما كينقص المفعول ديالها، يعني نخليوها حتى الاخر وكندوروها غير واحد الدوره خفيفه غير كتخلط وكنحيدوها. ومن الاحسن خلطوها غير بالخلاط اليدوي من الاحسن. من بعد كناخذ المول اللي غادي يدخل الفرن. كيف ما كتشوفوا راه مدهون عندي بالزبده ورشيته بالسميده مزيان. كيف ما كيبان لكم المول الحجم ديالو كبير 32 سنتيمتر. الخليط كيف ما كيظهر سائل، ما تخافوش واخا يبان لكم الخليط سائل وخفيف ماشي مشكل. السميده كتشرب وكتجينا البسبوسه خفيفه. الان عندي الفران كيسخن. بالنسبه للفران ديال الضوء كنطيبوها على درجه 180 درجه، وبالنسبه للفران ديال الغاز العافيه تكون مهيله كنطيبوها غير من الاسفل مده ديال نصف ساعه، وكتوجد البسبوسه كتكون واجده. وفي هاد الاثناء غادي ندوز باش نحضر معكم الصوص اللي غادي نسقيو بها البسبوسه. كنحتاج فيها 2 كيسان عامرين ديال الحليب، 120 غرام ديال الشوكولاته السوداء، ومعلقه صغيره من النشا، 2 معالق كبار من الكاكاو المر، زائد 2 معالق كبار من سنيده. الا استعملتوا الكاكاو اللي كيكون حلو ما تضيفوش سكر سنيده. كنوضعوا الحليب في اناء وكنضيف له الكاكاو، 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر. كنضيف كذلك المعلقه صغيره ديال النشا وسكر سنيده. يعني الا استعملتوا الكاكاو المر كتستعملوا 2 معالق كبار حتى ل3 على حسب الذوق. كنخلطوا كلشي على البارد وكنوضعوهم على نار اللي تكون متوسطه مع التحراك المستمر حتى كيوصل الخليط درجه الغليان. كنحيدوه من فوق النار وكنضيفوا له الشكلاط. كيف ما كتشوفوا استعملت 15 قطعه مربعه. كنحركوها حتى كتذوب وكنخليو الخليط حتى يبرد مزيان. والان البسبوسه وجدات من بعد ما دازت نص ساعه كتكون طايبه على هذا الشكل.
الآن غادي ندوز باش نقطعها. البسبوسة كتكون فتية فتية بزاف، وحنا كنقطعوها نحاولوا عليها غير بشوية باش ما كتفتتش لأنها كتكون فتية. غادي نقطعها على شكل مربعات، نتوما قطعوها بالشكل اللي بغيتو. المهم اننا نقطعوها من بعد عاد نسقيوها من بعد ما كيكون برد الخليط مزيان والبسبوسه كتكون سخونه، يعني مباشره يلا خارجه من الفرن. كنقطعوها وكنسقيوها بالهاد الصلصه اللي كتكون بارده وكنخليوها تشرب. بالنسبه الى كنا غادي نحتاجو هاد البسبوسه في العشيه، من الاحسن نحضروها في الصباح ونخليوها تشرب مزيان، اولا نخليوها ليله كامله كتشرب. يعني كل ما شربات هاد الصلصه كل ما كتجي لذيذه بزاف. هاد البسبوسه كتجي فتيه وخفيفه، وهاد الصلصه كتزيد تعلكها وكتعطيها مذاق اللي هو رائع. وكيمكننا نزينو البسبوسه باي حاجه توفرات عندنا، سواء رقائق اللوز او الكاوكاو. انا اختاريت نزينها بالكوكو اللي هو جوز الهند. صراحه كيتواتى بزاف مع المذاق ديال السميده. كنتمنى البسبوسه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تجربوها وتشاركوها مع الاصدقاء والاحباب باش كتعم الفائده. وبالنسبه للناس اللي كيزوروا القناه لاول مره، ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب وزر الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. وبالصحة والراحة، والى وصفة قادمة ان شاء الله.